منتخب مصر في البروفة الأخيرة أمام تنزانيا بيقدر يفوز 2-0، ولكن اسمع الكلمتين الجايين دول. في البداية كده سؤال بسيط جدا وجاوبني في الكومنتات، محمد صبحي متواجد في منتخب مصر ازاي وليه؟ لو مرتضى منصور نفسه هو المدير الفني للمنتخب مش هيجيبه. فانت يا سيدي كان عندك بسام وكان عندك مصطفى شوبير لو بتدور على حارس لمنتخب مصر في المستقبل، لكن محمد صبحي اللي مليان مشاكل مع الزمالك واداؤه السيء جدا وعواد الاساسي في الزمالك وهو ما بيلعبش، لكن تجيبه المنتخب وكمان يلعب المباراه اللي هي البروفه الاخيره قبل افريقيا تركن ابو جبل والشناوي بيراميدز، فدي غريبه جدا. اما يا معلم بقى اداء المنتخب فنيا في الشوط الاول كان سيء من وجهه نظري، ميس باصات كتيره جدا، عدم الاستحواذ، حتى الاستحواذ في التلت الدفاعي لمنتخب مصر، لدرجه اننا لو عملنا احصائيه لمين اكتر 2 لعيبه لمسوا كوره في منتخب مصر هنلاقي منعم وحجازي. الشوط الثاني اللي ملامح المباراه اتغيرت شويه بعد طبعا ما شفنا تغييرات في نص الملعب زي حمدي فتحي اللي بينزل، محمد حمدي اللي بينزل، زيزو بينزل، كهربا بينزل، الملامح اتغيرت شويه والمنتخب بيقدر يفوز 2-0. ولكن برضه عشان تبقى ماشي معايا على الخط وتبقى فاهم، انا عارف انها مباراه وديه وان اللعيبه مش عايزه تدخل في التحامات قويه جدا في مباراه وبروفا زي كده، ولكن في حاجات كده بعيد عن الالتحامات لازم نشوفها فنيا، ثلاثيات كده في الملعب دي تمزج كوره، ولكن للاسف الاداء كان هابط نسبيا. فلو هتقول لي هتدي للمنتخب كام النهارده امام تنزانيا هقول لك 2 من 10، وده كده اكرمتهم قوي علشان بس كسبنا. ولكن في النهايه نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر في افريقيا، والتامنه عاوزينها بس هتيجي برجوله وحماس، وكفايه عظمه لحد كده.